من أحلى الحاجات اللي ممكن تعملوها لنفسكم أو للناس اللي بتحبوها هو شمع المساج ده. بيطري الجلد جدا جدا جدا، بيديله لمعان كده فظيع، ده غير ريحته التحفة اللي بتدي كده ريلاكسك فيلينج، وفي نفس الوقت بتفضل على جلدكم أطول فترة ممكنة. يعني حتى لو خدتوا شاور لسه هتفضل ريحتكم حلوة. النوع ده من الشموع مش موجود عندي في الستور، انا بعمله لنفسي لما ببقى عايزه ادلع نفسي، او بعمله لاخواتي لو اتطلب مني ان انا اعمله. فبجد من الحاجات الحلوه قوي. لو انتي صناعه شموع او حتى عايزه تدلعي نفسك انصحك تعمليه. البنات برضو اللي عندهم سبا او عندهم مثلا مركز بتاع حمام مغربي، انا بحس ان الشمع ده بتاع المساج لازم يبقى موجود وحاجه اساسيه عندكم في المركز. فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. وزي ما انتوا شايفين المكونات بتاعته بسيطه اهي قدامكم، فيلا بينا نبتدي ونشوف بنعمل شمع المساج ازاي سوا. مبدئيا كده في وصفات كتيرة جدا لشمع المساج، بس انا هوريكم وصفتي الخاصة. ممكن تغيروا فيها شوية عشان تمشي مع ذوقكم اكتر، بس دي بجد من احلى الشموع اللي هتستعملوها، وانا بستعملها عن نفسي كتير قوي. اول مكون عندنا هو الكوكو باتر او زبدة الكاكاو. طبعا انا من المحبين زبدة الكاكاو علشان ريحتها بتبقى حلوة او بتدي ريحة كده زي الشوكولات. غير الموضوع ده بتاع الريحة، هي مهمة جدا في ترطيب البشرة. بتشيل لو عندكم تصبغات في الجلد، بتشيل التهابات البشرة. تعرفين الناس اللي عندها الأكزيما اللي هي الصدفية او عندها طفح جلدي بتاع الجفاف ده، كوكو باتر من احلى الحاجات اللي ممكن تستعملوها. طبعا انا غطيت اسم البراند عشان بصراحة مش عايزة انكلودد في الفيديو، بس لو عايزينه ممكن تبعتولي برايفت واكيد هرد عليكم بالاسم. ممكن تستبدلوا الكوكو باتر بالشيا باتر او الكوكونات باتر، 3 بيدوا نفس المفعول. المكون التاني عندنا هو الشمع. اكيد طبعا هي شمعة فاكيد هنحط شمع. لازم يا جماعة يكون شمع طبيعي، يعني هنختار يا اما شمع الصويا زي ما انا هستعمله في الفيديو ده، او برضو شمع العسل بيبقى حلو قوي مع شموع المساج. شمع الصويا والباتر اللي هنستعملها سواء كانت كوكو باتر او كوكونات باتر او الشيا باتر، اي نوع هنستعمله هنحط نفس الكمية. يعني انا حطيت او وزنت 50 جرام من الكوكو باتر، يعني هوزن نفس الكمية من الشمع. انا طبعا هنا كنت وزنة 51 كوكو باتر، فوزنت 51 من شمع الصويا عشان ايه؟ اظبط الدنيا. طبعا وسخت ايدي وبهدلت الدنيا، فهروح اغسلها ونبتدي بقى نسيح الشمع سوا. بنبتدي دايما بتسييح الشمع، مش بنبتدي بتسييح الباتر، ده اساسي. اوكي، ليه بختار شمع الصويا او انا بحبه في الشموع المساج بتاعتي؟ علشان درجة انصهاره مش عالية. فلما بضيف الكوكو باتر او زبدة الكاكاو عليه، مش بيعلي قوي درجة حرارتها، فبيحافظ لي برضو على الخصائص اللي فيها، بيحافظ لي على الزيوت العطرية اللي فيها. فدايما بحب ان انا احط الاتنين مع بعض، بس بسيح الاول شمع الصويا. طبعا زي ما معوداكوا على نص درجة، بس انا بحب الشمع ياخد راحته خالص وهو بيسيح، مش عايزة درجة حرارته تبقى عالية قوي. حاجة تانية عايزة اقولها لكم، ان الشمع ده عادة لما تيجوا تشتروه من بره بيبقى غالي جدا، وهو طبيعي جدا ان هو يبقى غالي، لان انتوا زي ما انتوا شايفين احنا بنحط فيه كل المكونات طبيعية، ولازم تكون طبيعية علشان انتوا هتحطوها على بشرتكم، فاحنا مش عايزين ناخد الريسك ان هو ممكن يسبب حساسيات او كده. فلازم كل المكونات تبقى طبيعية فيه، عشان كده عادة بيبقى غالي قوي. فانتوا لو لقيتوه مش غالي، يعني انا انصحكم ما تشتروهوش، لانه مش طبيعي ان هو ما يكونش غالي. اكيد في حاجة غلط. زي ما انتوا شايفين اول ما شمع الصويا بيسيح معايا بقفل عليه، وبعدين بضيف الزبدة. ما بسيبش الشمع على النار، بقفل عليه خالص وبضيف الزبدة بتاعتي اللي هي الكوكو باتر، وهي هتسيح في سخونة الشمع. هسيبها براحتها تسيح خالص. في الوقت ده هجهز الكونتينر اللي هحط فيها. انا في الفيديو ده هستعمل كوباية عادية خالص، انتوا ممكن تستعملوا الكوباية اللي بيبقى فيها جزء للصب، دي بتبقى احلى وشكلها بروفيشنال اكتر في الشموع المساج. بس لو مش موجودة عندكم ممكن اي كوباية زي ما انا هعمل في الفيديو دلوقتي. طيب انا خلاص استعملت كده مكونين، هل كده خلصنا؟ لا اكيد في مكون تالت اساسي في شمع المساج. هو ايه؟ هو الزيت.
لازم هنا بنستعمل زيت للترطيب. انا بحب زيوت معينة وهي اللي بتمشي معايا، يا اما بستعمل زيت جوز الهند، يا اما بستعمل زيت اللي هو الجوجوبا، يا اما بستعمل زيت الزيتون او زيت اللوز. دول اكتر زيوت انا انصحكم تستعملوها في شموع المساج، لانها فعلا بتدي ترطيب عالي جدا وبتمشي مع كل انواع البشرة، فما فيش بشرة هتسبب لها حساسية. فانا بنصح ان انتوا تعتمدوا على الاربع زيوت اللي انا قلتها دي. لو في زيت معين عايزين تزودوه، حاسين ان هو بيمشي اكتر مع بشرتكم، ممكن تزودوه. موضوع الزيت ده شوية اختياري، يعني انتوا هتعملوا اللي انتوا عايزينه. بس انا جربت برضو زيت الورد وزيت الافوكادو، والاتنين احلى من بعض، وخصوصا الورد عشان بيدي ريحة نعومة كده مع ريحة نظافة، فبيبقى بلس للشمع. هنا بوزن بالظبط كمية الزيت اللي انا هحطها، بتبقى نفس كمية الكوكو باتر ونفس كمية الشمع، 50 جرام او 51. انا بحب زيت جوز الهند ليه؟ علشان هو بيقلل الالتهابات. لو عندكم انتوا نوع جلدكم ضعيف او حساس، انا عندي بشرتي حساسة، فدايما حاجز البشرة عندي متدمر وبشرتي معرضة للالتهابات ودايما بتحمر وكده. بحس انه زيت جوز الهند من احسن الزيوت اللي بيهديها وفي نفس الوقت بيرطبها. هننتقل بقى للإسانشال اويلز، ودي خطوة مهمة جدا. وانا هنا عندي ست فيها 6 انواع من الإسانشال اويل، طبعا كل نوع وليه فايدته. عندي البيبرمنت، الاورنج طبعا معروفة يعني فيتامين سي، عندي الروزماري، اوكي، عندي الليمون جراس، برضو بيبقى فيه فيتامين سي، والليمون جراس بيدي كده احساس بالنظافة وفعلا very relaxing. هو واللافندر، اللافندر برضو من الحاجات اللي لما تتحط على الجلد بتساعد الناس اللي عندها أرق واللي عندها توتر. وعندنا التي تري اويل، وده المفضل عندي علشان هو ده اللي بيمنع الحبوب اللي بتظهر في البشرة. فلو انتوا عندكوا حبوب على ايديكوا او على ظهركوا، فانصحكم ان انتوا تضيفوا يا اما البيبرمنت اويل يا اما التي تري اويل. الاتنين عندهم الخصائص اللي هي الانتي انفلاماتوري او المضادة للالتهابات. ده زيت عطري كنت جايباه من أسوان، ليه نوع معين من البرفيومز أنا بحبها، وهو بيستخدم للشمع، فحبيت إن أنا أحطها في شمعة المساج عشان كأني أبقى حاطة برفيوم وأنا مش حاطة. فاهمين قصدي إيه؟ لما بحط الشمع على جلدي والجلد يمتص، بتبقى ريحتي اوريدي برفيوم كلها بدل ما أكون حاطة برفيوم. طبعا حطيت كام نقطة من التي تري اويل علشان زي ما قلتلكوا أنا بشرتي معرضة للحبوب، زي ما هي معرضة للجفاف، فبحب ان انا احط كام نقطة كده من تي تري اويل. وممكن ازود لافندر لو انا عايزة، بس انا حاسة انه خلاص كده انا مكتفية لانه اوريدي حطيت البرفيوم سنت. دلوقتي طبعا انا قلتلكم ممكن علشان هو حاجات طبيعية يكون فيها شوائب، فبحب ان انا اعمل الطريقة دي علشان لو عندي اي شوائب موجودة في الشموع او في الكوكونات باتر او الشيا باتر او الكوكو باتر، ان هي تتشال بالطريقة دي وما تنزلش عندي في الشمع. هنا في خطوة انا عادة بعملها بس ما عملتلهاش في الفيديو ده، ومفروض ان انا اقول لكم عليها، ان انا بضيف كبسولات فيتامين اي. كلنا طبعا مدمنين فيتامين اي، لان هو دايما بينصحوا فيه لما يبقى عندنا تصبغات او عندنا خطوط رفيعة، فبيقلل ظهور التجاعيد. فعامة من الحاجات الحلوة قوي اللي ممكن تزودوها كدلع كده زيادة للشمعة، بس دي طبعا خطوة كده اختياري، مش شرط خالص لو ما عندكمش. هستعمل بس حتة المعدن دي علشان اثبت فيها الفتيل، وبستنى الشمعة لغاية لما تنشف خالص. طبعا الاسينشال اويلز مع الزيت اللي انا حطيته بيتخلي الريحة بتاعتكم جميلة جدا. الجلد بتاعكم نفسه بعد المساج هتبقى ريحته فظيعة، حتى لو غسلتوا بشرتكم او خدتوا شاور الريحة بتفضل جميلة معاكم، يعني انتوا مش هتتخلصوا منها، هتفضل معاكم ريحة حلوة طول الوقت. في بوينت هنا عايزة اقولها، انا ممكن ازود شوية جليتر اللي هي الوان المايكا لو انا عايزة، علشان يديني الإفكت بتاع الشimmer، يبقى الجلد بيلمع أو بيبرق.
فاهمين قصدي ايه؟ فلو انا عايزة ممكن ازود الجليتر ده حاجة بسيطة جدا او الوان مايكا باللون مثلا يكون على جولد، هيدي شكل حلو جدا. انا طبعا الطريقة دي مجرباها قبل كده وعجباني، بس انا المرة دي قلت عشان اسهل عليكم الموضوع ان انتوا لسه مبتدئين ومش كل الناس بتحب الشيمر او الجليتر، فممكن تستغنوا عنها خالص، لان اوريدي بشرتكم بتبقى ناعمة وطرية زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، وبتبرق لوحدها مش محتاجة حاجة خالص. الاسينشال اويلز مع الزيت اللي ريحته حلوة اللي انا حطيته اللي هو برفيوم اويل، ده هيبقى الاتنين مع بعض وزنهم 10 جرام، للناس اللي هي بتحب تحط الحاجة بالظبط وبالمجرمات، علشان بس ما فيش حد يزعل او يقول انت حطيتي كام بالظبط. انا برد اهو على اسئلتكم قبل حتى ما تسألوا. عايزة بس اقول لكم حاجة مهمة هنا، انه الشمعة دي ممكن تخلص على الثلاث مكونات الرئيسية اللي في الاول، يعني ممكن بس تخلص على الكوكو باتر مع الشمع مع الزيت اللي هو الكوكونات او اي نوع تاني من انواع الزيوت اللي انتوا بتحبوها، وتقفوا على كده هتبقى برضو شمعة مساج. بس انا بحب اضيف الروايح وبحب اضيف الاسنشال اويل علشان تدي للشمعة فعلا ريحة تحفة. بصوا بشرتي عاملة ازاي بعد لما حطيتها على ايدي وسيحت الشمعة حاجة بسيطة وحطيتها على ايدي. وعايزة اقول لكم ما تقلقوش، هي لما بتسيح مش بتبقى درجة حرارتها عالية ان هي تحرقكوا او حاجة، لا هي بتسيح في درجة حرارتها ما بتبقاش عالية، يعني الشمع ما بيبقاش سخن على الايد، فما تقلقوش من الموضوع ده ابدا. حاجة كمان مهمة لازم اقولها، لو انتوا في سبا او في حمام مغربي ومش عايزين تقعدوا فترة طويلة تستنوا الشمع لغاية لما يسيح علشان تبتدوا تعملوا المساج، انصحكم ان انتوا تحطوا اكتر من فتيل، يعني ممكن تحطوا 2 فتيل بدل من فتيل واحد. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتس، او اكتبوا لي عامه كومنت حلو كده من عندكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير، وبحبكم قوي. باي باي.